تسلا كانت بتخسر ملايين كل يوم، لكن ايلون ماسك غير قواعد اللعبة كلها. خليني احكي لك القصة. في 2018 شركة تسلا كانت على وشك الانهيار، بتخسر ملايين الدولارات كل يوم ومفيش اي مؤشر ان هي هتقوم تاني. وكانت المشكلة واضحة جدا، تكلفة انتاج السيارات الكهربائية اعلى بكتير من السعر اللي الناس مستعدة تدفعه. يعني ببساطة كل عربية بتتباع بتخسر الشركة فلوس. الشركات العادية كانت هتعمل ايه؟ كانت هتحسب نقطة التعادل بالطريقة التقليدية وتبدأ تقلل المصاريف وتقلل الجودة وترفع السعر. لكن ماسك فكر بشكل مختلف تماما. استثمر في مصنع عملاق لتقليل تكاليف البطاريات بنسبة 30%، وزود الانتاج بشكل ضخم جدا بدل ما يقلل التكاليف. وحسب نقطة التعادل مش على سنة، لا، حسبها على 5 سنين قدام. والنتيجة ان تسلا اتحولت من شركة بتخسر ملايين لأكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية. وبقى كل مصنع سيارات بيقلد النموذج ده دلوقتي. الفكرة هنا ان تحليل نقطة التعادل مش بس ارقام، دي وسيلة تفهم بيها ازاي تغير مصير شركتك بالكامل. الموضوع مش هبيع كام واحدة عشان اكسب، لكن هل اقدر اغير المعادلة نفسها؟ زي ما ابل عملت، ما قدرتش تقلل تكاليف الايفون، لكن بنت حوالين نظام خدمات زي ابل ستور واي كلاود وابل ميوزك اللي غيرت شكل الربح كله.